السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. أخباركم إيه؟ معاكم حمدي أحمد، حلقة جديدة من برنامج معلوماتي مع حمدي أحمد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تطورات جديدة في أزمة القيد بنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي، وعقوبات جديدة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي والهارب من نادي الزمالك. ولماذا منع الكاف جمهور الهلال السوداني في مواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟ طبعا كلنا كنا متابعين الساعات اللي فاتت كلها عن منع قيد لعيبه نادي الزمالك الثلاثي ناصر منسي احمد بن حاج طبعا محمود شبانه. وطبعا كان في تعنت واضح جدا 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 من اتحاد كره القدم بعدم قيد اللعيبه، وطبعا راح رئيس نادي الزمالك اتحاد كره القدم وطبعا سرب لهم فيديوهات ان كان في تعنت واضح جدا جدا من الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد كره القدم. وطبعا بعد ما اترفعت الفيديوهات جه كمان رئيس اتحاد كرة القدم الأستاذ جمال علام قال لك إن نادي الزمالك عليه مديونات 79 مليون جنيه، 69 مليون جنيه آسف مديونيات، وكمان 3 مليون و200 ألف جنيه تسجيل قيد لعيبة، وإن النادي ما جابش فلوس أصلا والنادي محجوز على الفلوس بتاعته. تمام. راح طالع رئيس نادي الزمالك قال لك لا، انا رحت ب 10 مليون، وكان في فلوس كمان اللي كنا واخدينها من الفيفا بمشاركه سيف الدين الجزيري وفرجاني ساسي في كاس العالم، وكنا مدينهم اشياك من الفيفا، وكمان الاشياك دي معتمده، وكمان في حق الرعايه والبث التلفزيوني، وكل الفلوس كانت موثقه ورايح لهم ب 10 مليون، ولكن كان في تعنت واضح ان الناس دي ما تسجليش. طبعا رئيس نادي الزمالك كان عايز يوصل الموضوع للفيفا، عشان يوصله للفيفا لازما يمشي بشروط، لازم يروح مجلس الدولة ويرفع قضية ضد اتحاد كرة القدم ويبين التعنت الواضح من اتحاد كرة القدم وياخد الأوراق ديت، فيروح للجنة الانضباط، وبعد كده لجنة الانضباط يودي الورق للفيفا، وبعد كده الفيفا يا تقول والله اللعيبة دي تلعب أو ما تلعبش، ولو قالت ما تلعبش فيروح للكاس عشان الكاس يحكم لنادي الزمالك بدفع المديونيات للعيبه ديت عشان ما لعبتش. وكانت قصه وحوار كده. ولكن طبعا بعد الهجوم الشرس على حازم امام، طبعا حازم امام طبعا كان عايز يحل المشكله وشايف نفسه ان دلوقتي يعني سقط امام جمهور نادي الزمالك، وكمان كان فيه هجوم واضح عليه. فحازم امام قال والله احنا غلطنا اني ما ايدناش اللعيبه ديت، وكان مثلا معانا 10 مليون وكمان فلوس الرعايه بتاعت نادي الزمالك والبث، وكمان فلوس سيف الدين الجزيري والفرجاني الساسي، فكنا نأيد. فطبعا كان في جبهتين، جمال علام مع جبهه مش عايزه تأيد، وحازم امام بعد ما كان مع جمال علام عايز يأيد بقى دلوقتي ضده. ففي جبهتين دلوقتي قصاد بعض، استاذ جمال علام وحازم امام. فطبعا نادي الزمالك لما رفع القضيه ضد اتحاد كره القدم، بدأ هنا حازم يحاول ان يحل المشكله بسهوله جدا، ويحل مشكله ازمه القيد بنادي الزمالك. وطبعا راح للاستاذ جمال علام وبدأ ان يتكلم معاه ويشوف ايه القصه وايه الحوار، وهل ممكن نأيد اللعيبه ديت ولا مش ممكن نأيدها. فطبعا قال لك خلاص ماشي نحاول نأيدها. ولكن جه الاستاذ جمال علام حاول ان يلم الموضوع تاني، فلقى ان لو أيد اللعيبه ديت اصبح ان ممكن النادي الاهلي او اي نادي يتكلم عن قيد اللعيبه ديت. فطبعا قال لك خلاص هنبعت خطاب رسمي لرئيس الاتحاد الدولي انفانتينو نشوف ايه الرد، هل اللعيبه ديت ممكن تلعب ولا ما تلعبش. طب اللعيبه اتسجلت، اللعيبه اتسجلت. طب اللعيبه مكتوب ايه على السيستم؟ معلقه. يعني ايه معلقه؟ يعني ممكن تلعب في اي وقت، بس اتحاد كره القدم هيدوس كده صن اللي هو يلعبه، بعد كده يطلع الكارنيهات. يعني معنى كده ان اتحاد كرة القدم ارسل للاتحاد الدولي للفيفا ان الموضوع دلوقتي اللعيبه ديت هتلعب ولا مش تلعب. طيب رد الفيفا كان قال ايه؟ رد الفيفا قال ان اللعيبه ديت ده شأن داخلي انتوا ممكن تحلوه مع بعض. طيب دلوقتي لو الفيفا دلوقتي قالت ان خلاص اللعيبه دي ممكن تلعب وده شأن داخلي، هل اللعيبه دي ممكن تلعب؟ ممكن تلعب. طب رد الفيفا ايه؟ رد الفيفا ان اللعيبه دي تلعب. فاصبح اتحاد كره القدم خلاص جاله الامر من الفيفا ان اللعيبه دي هتلعب، فهيبدا خلال الساعات اللي جايه تقريبا النهارده او بكره هيبدا يطلع كارنيهات للعيبه واللعيبه هتلعب.
طيب موضوع دوري ابطال افريقيا، هل اتحاد كرة القدم هيتكلم مع الكيف ان اللعيبه دي هتلعب مش هتلعب؟ على ما اعتقد ان الموضوع هيبقى سهل جدا مع الكيف، وهيقول له والله كان فاضل رسوم على اللعيبه والنادي الزم بدفع الفلوس والمشكله اتحلت. فخلاص الفيفا بعت خطاب رسمي لاتحاد كرة القدم وقال له اللعيبه دي تلعب. بالنسبه للكاف خلاص الموضوع خلال الساعات اللي جايه برضه هيرسل للكاف، والكاف هيقول له خلاص ما دام اللعيبه محطوطه في السيستم فممكن يلعب. ده بالنسبه لازمه القيد بنادي الزمالك. طيب نخش على موضوع كهربا طبعا كان فيه عقوبة المديونيات بتاع الكهرباء كانت 2 مليون ونص دولار على ما اعتقد، وكان في بقية فلوس كمان زايدة عليه، فاصبح ان معاه 60 يوم 60 يوم. طبعا محامي كهرباء حب انه يروح يحاول يأجل الموضوع بتاع 60 يوم، فبعد كده يجي يقع عليه 6 اشهر، وبعد 6 اشهر ممكن يحاول يدفع. ولكن لغاية دلوقتي كهرباء خلال ال 60 يوم اللي جايين بالظبط لازم يدفع الفلوس اللي عليه. طب لو ما دفعش، الاتحاد لجنة الانضباط هتحاول تجمد كهرباء وهتمنعه من اللعب تماما تماما تماما. ده بالنسبة لموضوع عقوبة كهرباء. سبب بقى عدم دخول جماهير الهلال السوداني في مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. طبعا هما بيقولوا دواعي أمنية، ولكن الموضوع مش كده خالص. أنا شايف إن ما فيهوش قصة دواعي أمنية. شايف إن موضوع الزخم الجمهوري هيبقى يربك نادي الأهلي، وطبعا النادي الاهلي مش متعود ان يلعب امام الجمهور بتاع الهلال السوداني. وكمان انا شايف ان يعني الكاف بيحاول يجامل النادي الاهلي في اول مباراه قد تكون صعبه امام الهلال السوداني، ولكن المباراه ستكون بدون جمهور. وده طبعا من الظلم اللي احنا بنشوفه في كره القدم في قاره افريقيا، ان لو الاهلي هيلعب هنا مع الهلال هل هيمنع جمهور النادي الاهلي مش هيخش؟ طبيعي انه يدخل 15 او 10,000 مشجع ضد الهلال السوداني. ولكن عايز اقول لك ان طبعا دي كانت من ضمن اساليب تعنت الكاف ضد الهلال السوداني. وانا لو كنت من نادي الهلال السوداني كنت ممكن اطلع بالمباراه بره، زي المريخ السوداني ما هيواجه نادي الزمالك في ليبيا. اصبح ان المريخ ممكن يروح له جمهور، ممكن يوصل له جمهور يشجعه، اصبح ان الموضوع سهل وبسيط. بالنسبه للزمالك نفس النظام، برضه عنده جماهير في ليبيا ممكن تخش او ما تخشش، بس العمليه هتكون سواسيه وهيكون في نساق ما بين الفريقين. لكن انت دلوقتي بتلعب الهلال السوداني في بلده وفي ملعبه بدون جمهور، فده طبعا كان يعتبر تعنت واضح من الكاف وقرار خاطئ جدا جدا ضد الهلال السوداني.